بتحبوا الفطير وعايزين تعملوه من غير فرد ولا عجن، هاتوا لفة جلاش وتعالوا نعمل بيها أحلى فطير حلو وكمان بحشوات مختلفة. أول حاجة هنعمل حشوة البيستاشيو اللي مكسرة الدنيا. هنجيب كنافة محمرة وهنضيف عليها زبدة الفستق وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. هنفرد طبقة من الجلاش وهندهنها بالزبدة ونحط عليها طبقة تانية. هنحط الكنافة بالبيستاشيو وهنفردها وهنطبق الفطيرة وهندهن أطرافها بالزبدة ونقفلها كويس. وهناخد ورقتين جلاش تانيين وهندهن ما بينهم زبدة وهنفرد عليهم الشوكولاتة السبريد ونقفلهم كويس بنفس الطريقة. وهناخد ورقتين تانيين وهنحط بينهم زبدة، بس المرة دي هنعملها باللوتس. هنفرد اللوتس وهنقفل بعد كده الفطيرة كويس جدا. وما ينفعش طبعا ننسى فطيرة الكاسترد. هنفرد الكاسترد على ورقتين جلاش وهنحط عليهم شوية كنافة محمصة، ممكن كمان نحط عليهم مكسرات وهنقفلها كويس جدا. هنجيب طاسة على النار وهنحط فيها معلقة زبدة وهنبتدي نسوي كل الفطير اللي احنا عملناه لحد ما لونه يبقى ذهبي. أول ما نشيل الفطير من على النار هنحط عليه معلقتين لبن نكون مدوبين فيه السكر، يعني اللبن لازم يكون محلى. وبعدين هنقطع الفطير وهنزود عليه الصوصات اللي احنا عايزينها. كل فطيرة هنزود عليها الصوص بتاعها. كتروا بقى الصوصات براحتكم، أهم حاجة تكونوا مبسوطين. انتوا كمان تقدروا تعملوا كل الحشوات اللي انتوا بتحبوها. هستنى تعملوا الفطير بالطريقة اللي احنا عملناها وتقولوا لي رأيكم فيها، ويا رب تكون عجبتكم.